السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان بعض القضايا الفلسفية والأخلاقية الناجمة عن الثورة البيولوجية في مجال الطب، اللي احنا بنسميها بين قوسين زرع الأعضاء. هنلاقي إن عندنا من قضايا البيوتيقة زرع الأعضاء في حالة المتبرع الحي، زرع الأعضاء في حالة المتبرع الميت، ونزع الوسائل الاصطناعية الداعمة للحياة اللي احنا بنسميها الموت الرحيم وقيمة الحياة. لو جينا ناخد أول قضية عندنا من القضايا البيوتيقة اللي هي زرع الأعضاء في حالة المتبرع الحي، هنلاقي عندنا إن انتزاع العضو والحصول عليه بيبقى من متبرع حي، لا يتم التبرع فيه إلا بالأعضاء القابلة للتجدد زي الدم أو الجلد أو الأنسجة أو جزء من الكبد، حتى لا يتسبب في حدوث ضرر كبير للمتبرع. ومن أبرز المشكلات اللي ناتجة عنه اللي هو الإتجار بالأعضاء وتعرض الإنسان للاستغلال والمهانة. لو جينا ناخد مثال عليه زي مثلا قيام جراح بنقل نسيج من شخص حي لآخر من أجل إعادة تكوين الأنف. تاني قضية عندنا اللي احنا بنسميها زرع الأعضاء في حالة المتبرع الميت، اللي هو انتزاع العضو والحصول عليه من متبرع ميت حديث الوفاة أو حديث العهد بالوفاة، يعني من فترة صغيرة، ويقوم ده على تحديد أو بيخلينا ده بنقوم على تحديد معايير وقوع الموت. إيه اللي بيحدده أو إيه المعيار لوقوع الموت؟ هنلاقي بينتج عندنا مشكلة أو قضية جديدة اسمها موت الدماغ. طب إيه هو موت الدماغ ده؟ هو الموت بشكل أو الموت لو احنا خدناه بشكله العام معناه هو انتهاء الحياة الإنسانية لدى الفرد بموت كل أعضائه وخلاياه. لكن ظهر عندنا مفهوم جديد للموت وهو موت الدماغ، وهو معناه انتهاء الحياة الإنسانية لدى الفرد بفقدان الوظائف العقلية الإدراكية الواعية. وده بيطرح عندنا مشكلة، هل يمكن قبوله كمعيار لوقوع الموت الحقيقي أم لا؟ مثال على كده عندنا يا شباب زي مثلا تعرض أحد أصدقائك لحادث سير، ده أدى لوفاته، فراح قام الأطباء بأخذ الإذن من أهله حتى يقوموا بنقل أعضاء لشخص آخر يحتاج لهذه الأعضاء حتى يحيا. طيب لو احنا جينا ناخد عندنا القضية رقم 3 اللي هو الموت الرحيم، اللي هو نزع الوسائل الاصطناعية الداعمة للحياة. هنا بيقول لنا ايه في الموت الرحيم؟ قال لك ان الموت الرحيم ده هو تدخل طبي هدفه انهاء حياة انسان مصاب بمرض عضال، يعني مرض صعب، أو طعن في السن، كبير في السن، أو أصبح جسمه وعقله هدف للأمراض أو غيبوبة دائمة. وتبرير ذلك هو التعاطف الإنساني مع المريض، ولكن ده بيتعارض عندنا مع مبدأ العدالة وحرية وكرامة الإنسان. مثال على ذلك يا شباب زي مثلا سعي والد فتاة أمريكية لتقديم طلب بيسمح بموجبه المحكمة بنزع الأجهزة المستخدمة لإبقاء بقية أعضائها تعمل رغم توقف المخ عن أداء وظيفته. طيب لو خدنا القضية رقم 4 عندنا اللي هي قيمة الحياة، هنلاقي إن قيمة الحياة هنا بتطرح عندي عدة مشكلات بتتساءل عن هل الحياة الإنسانية قدسية، يعني قيمة في حد ذاتها، أم هي حق من حقوق الإنسان؟ طب ما هي نوعية الحياة اللي يجب أن نقدرها؟ هل الحياة بشكل عام أم شكل معين من أشكال الحياة؟ زي بالظبط كده يا شباب اللي احنا بنسميه إجراء التجارب على الأجنة والمشوهين، هل في ذلك تقدير للحياة؟ فده كله بيطرح عندنا أسئلة اللي هو بتستلزم قواعد الأخلاق الجديدة التصرف وفق مبدأ بنسميه الموافقة الواعية، وتحقيق الثقة اللازمة بين الطبيب والمريض، والامتناع عن كل ما يهدد بانتهاك الكرامة الإنسانية أو بإحداث التغيير في الطبيعة الإنسانية.